اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. زي ما انتوا شايفين كده او زي ما انتوا قريتوا في العنوان. النهاردة هنعمل بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة خالص ونتيجتها ممتازة ومرضية جدا وناجحة 100% ان شاء الله، وبمكونات سهلة وبسيطة وبرضو على قد الايد ومش مكلفة، وان شاء الله هتبسطي كل البيت بيها. تمام. هنقول بقى كده بقى ايه، هنشوف عملناها بقد ايه، او بمعنى اصح هنقول المقادير مع بعض كده. هي مقادير الاربع بيتزات الكبار اللي انا عملتهم دول، مقاديرهم كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق نخلته كويس، حطيت عليه معلقتين من السكر ونص معلقة من الملح وكيس خميرة فورية كاملة. واللي انا بحطه دوت وهفركه دلوقتي كده ده اللهم صل على النبي ريحان. ده ريحان، ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي نعناع. انا عندي ريحان، انا زرعاه بره يعني وكده في السطوح، خدت يعني ونشفته، طبعا هو ناشف، وبستخدمه كده في المعجنات وبستخدمه على الاكل. ده انا حطيت منه اللي هو ايه، ريحان. تمام. المية طبعا انا قلبت كل المكونات الجافة دي كلها كده مع بعض، وطبعا ريحة الريحان جميلة جدا في قلب الخلطة ديت. والله هتجربوها، لو عندكم ريحان جربوها بالطريقة دي، او حتى لو نعناع لسه طري، مش شرط اللي يبقى ناشف يعني. بتبقى ريحته وطعمه كمان في الاكلة دي بالذات جميلة جدا. المية اللي انا حطيتها ديت بقى على المكونات، المية تكون دافية. احنا في الشتاء ولازم كل المعجنات اللي احنا بنعملها بنكون مدفين المية الاول، ونحط المية شوية بشوية. وبعدين حطيت 4 معالق زيت وقلبتهم، يعني عجنت العجينة كويس جدا. وبعد كده غطيتها وسبتها في مكان دافي. انا حطيتها سخنت فرن البوتاجاز شوية وحطيتها فيها تخمر، سبتها حوالي ساعة. هي خمرت معايا بسرعة، الجو النهاردة كان حلو يعني، وكمان لما سخنت فرن البوتاجاز ساعد اللي هي تخمر بسرعة. هنعملها بايه دلوقتي؟ انا هعملها باللحمة المفرومة. هعملها بربع كيلو لحمة مفرومة، يعني هقسم الربع كيلو اللحمة المفرومة دوت على الاربع صواني، وزي ما قلت لكم الاربع صواني كانوا كبار. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي. دلوقتي انا قطعت بصلتين وسط كده، وشوحتهم من غير اي مادة دهنية، وحطيت اللحمة المفرومة وشوحتها كده في السريع، وحطيت ملح وفلفل بس. تمام. انا دلوقتي هعمل الصلصة بتاعت البيتزا. انا القطة ديت كنت مصفياها وسايباها تغلي على النار. هعمل منها صلصة البيتزا وهعمل منها كمان كاتشب. خدت طبق كده وحطيت عليه معلقتين من الزيت، وطبعا حطيت ملح وحطيت شوية توم وحطيت شوية ريحان وقلبتهم. ديت كده خلاص بقت صلصة البيتزا. والباقي الحلة اللي انتوا شايفينها دي كلها هعملها كاتشب. هقول لكم على انا حطيت عليها ايه بس بعد شوية عشان تبقى كاتشب. وطبعا انا عندي فلفل احمر فلفلاية حمراء يعني من كل نوع واحدة. في الأحمر وأخضر وأصفر، يعني كيلو، ربع كيلو من الفلفل. وكمان عندي عشان هعمل واحدة سبايسي حطيت عليها قرن فلفل حامي. تمام. قطعت كل الخضار دوت، وقطعت كمان قوطة مدورة كده زي ما انتوا شايفينها اللي انا بقطعها ديت. وطبعا بفضي منها البذور والمية علشان ما تعجنليش البيتزا بتاعتي. على بال ما خلصت الحاجات ديت كانت خلاص عجينة البيتزا بتاعتي بقت خمرانة وجاهزة. طبعا دخلت ايديا جواها، طلعت منها الهواء علشان الخميرة تنشط مرة تانية وانا بشتغل فيها وبقسمها على الصواني ويزداد حجمها مرة تانية. هقسم العجينة ديت بقى على الاربع صواني بتوعي. انا عندي 3 صواني كبار وصينية وسط، يعني هعمل 4 بيتزات كبار قوي وبيتزاية وسط. شايفين العجينة ما شاء الله عاملة ازاي؟ عاملة زي الاستك، بتمط معايا ازاي عشان السوائل بتاعتها مظبوطة. انا عايزاها كده، يعني العجينة وانتوا بتعجنوها عايزاها تبقى ملزقة شوية. تمام اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دهنت الصواني زيت
ودهنت ايدي كمان زيت علشان اعرف اقسم العجينة واقطعها واخليها تبقى معايا كده بكل سهولة وما تلزقش في ايدي. قسمتها بقى على الصواني بتاعتي اهي. والقطعة الصغيرة طبعا ديت هي مش صغيرة، هي بتزاية وسط، الصينية مش صغيرة قوي يعني، دي الصينية الوسط اللي عندي. تمام. ولازم ندهن الصواني زيت، ندهنها دهنة كويسة يعني علشان بتبقى دي اهم حاجة، بتبقى في السوا بتبقى كويسة. المفروض انا كنت سبت كده العجينة شوية تستريح، بس انا اشتغلت فيها على طول بصراحة. والعجينة برضو كويسة معايا هي، لان الحمد لله السوائل بتاعتها مظبوطة جدا. و يعني عجينة ما بتلزقش معايا، بس في نفس الوقت سايلة. ماشي. انا ما فردتهاش كلها في الصينية، شايفين هي بتتفرد بسرعة ازاي، مع اني ما ريحتهاش، ما فرستهاش قوي في كل الصينية، لانها هتزيد حجمها تاني وفي السوا هتزيد حجمها، هتملالي الصينية قوي. انا مش عايزاها تتحرق من الجوانب، ما فردتهاش في الصواني قوي للاخر يعني. فاهميني انا قصدي ايه؟ فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه؟ زي ما انتم شايفين اهي، على بال ما خلصت كانت ازداد حجمها، ولسه في الفرن تاني هيزيد حجمها. فيا ريت واحنا بنوزع العجينه على الصينيه ما نملاش الصينيه بيها. خلاص. وخدت معلقتين كده من الصلصه اللي انا عاملاها بتاعه البيتزا، ووزعتها كده على معلقتين على كل صينية ووزعتها، بس ما وزعتش على الحروف برضو علشان ما تتحرقش مني. خليت كل السلطة يعني في المنتصف. وبعدين انا عندي الجبن ديت يعني من كل حاجة ب5 جنيه بصراحة، ما اشتريتش كتير. ما يجيش حتى ربع كيلو لحبة الجبن دولت. والحبة الزيتون برضو حبة ب5 جنيه. ما يعني كده كده الجبن ديت هي مش هتمط معايا، انا عارفه هي مش هتمط معايا، بس انا جايباها بس منظر وتدي طعم حلو، لان الجبن ديت جبنه رومي بتدي طعم حلو. والجبنه دي مش عارفه والله، ما اعرفش اذا كانت موتزاريلا ولا ايه، مش عارفه. انا جايباها كشكل بس، لكن كهي تمط لا، مش هتمط معايا، او انا عارفه وشارياها وعارفه اللي هي كده. وزعت بقى كل اللحمه المفرومه بتاعتي على ال4 صواني، وبدأت كده احط شرايح من الطماطم والفلفل والزيتون بأي شكل انتوا عايزينه. شكل الصينية بتاعتك في ايدك، الشكل اللي انت عايزاه تعمليه اهو. انا عملتها بقى بالشكل ده كده، وزعت الفلفل بالشكل ده والطماطم اهو. والصينية التانية برضو نفس الموضوع. شايفين قبل ما اخلص الخميرة بتاعتي ما شاء الله نشطة، زاد حجمها قبل ما تدخل في الفرن. عشان كده بقول لكم ما تفردوش العجينة لاخر الصينية، خلوا حوالي سنتي او 2 سنتي كده بين العجين وبين الصينية، علشان لسه هيزيد حجمها تاني في الفرن، عشان ما تلزقش منكم او تسود من الحروف. وفي نفس الوقت برضو انا ما حطيتش الصلصة بتاعت البيتزا، ما حطيتهاش على الحروف، عشان لما بتتحط على الحروف كده بتسود وبيبقى شكلها مش حلو بصراحة، واوقات بتتحرق كمان. تمام. العجينة ممتازة جدا وممتازة في التسوية، والله زي ما بقول لكم كده، انا بتكلم معاكم بكل صراحة. خلوا العجينة بتاعتكم طرية، كل ما تبقى العجينة طرية كل ما هتستوي كويس، وكل ما هتستوي بسرعة معاكم، ومش هتبقى فيه اي مشاكل في السوا خالص خالص خالص. وزعت كده شوية برضو جبن من الفوق بقى بعد ما خلصت كل الخضار اللي انا حطيته، وزعتهم برضو كده. انا بقول لكم كمنظر بس، لكن هي مش هتمط. تمام. وفي نفس الوقت كانت الفرنة شغالة على درجة حرارة عالية. دخلت الصواني بتاعتي، طبعا ما دخلتهمش كلهم مرة واحدة. انا بشاور لكم اهوت. البيتزا سوت ما خدتش 10 دقايق في الفرن. تمام. التسوية بتاعتها ممتازة، شايفين من تحت عاملة ازاي، كل الصواني ما شاء الله ممتازة، والسوا بتاعها ممتاز، وما فيش حاجة لزقت اهي. تمام. عشان العجينة السوائل بتاعتها كويسة، وفي نفس الوقت احنا دهنين الصواني دهنة كويسة. تمام. العجينة دي هتريحكم جدا بصراحة، ممتازة ممتازة ممتازة. الكاتشب بقى انا عملته ازاي بالصلصة اللي باقية، حطيت عليها حبة خل وفصين توم ومعلقتين من السكر
اللهم صل على النبي، ومعلقه نشا دوبتها كده علشان تربط معايا. طلعوا معايا الاربع الاطباق دولت، وكانوا طعمها في منتهى الجمال، احسن من الكاتشب الجاهز 100 مره طبعا، وعلشان المواد الحافظه اللي فيه لما نعمله في البيت احسن. وطريقه سهله وبسيطه، يا دوبك احنا صفينا بس الطماطم وسبناها تغلى على النار، وبعدين نعمل اللي احنا نعمله بقى من الطماطم ديت، الحاجات اللي صلصه البيتزا والكاتشب. تمام. شايفين القطع عامله ازاي؟ طريه، وفي نفس الوقت مقرمشه من الحروف على بسيط جدا، لان سواها انت بتتحكمي فيه وبتشوفيها، سواها ممتاز جدا. هي شايفينها القطع عامله ازاي؟ ما شاء الله. عجبتهم جدا في البيت. تمام. وما قعدتش. شايفين القطع عامله ازاي؟ لو وصلتي معايا بقى للحته ديت، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.